كالعادة رجعنا لك يا صديقي قصة جديدة وبحكمة جديدة من وسط فريق أليكس بايك فليفر. فمن غير ما نطول عليك يا صديقي في المقدمة، صلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام وتعالى نسمع القصة مع بعض. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رأس السنة الهجرية. قصة النهاردة بعنوان حكمة من الصخرة، بتحكي عن ملك كان عايز يختبر شعبه ويعلمه درس مهم في الحياة. فعمل ايه الملك ده؟ جاب صخرة كبيرة وحطها في نص الطريق، والطريق ده طريق عام يعني بيمر فيه ناس كتيره. بعد ما حط الملك ده الصخره في الطريق، استخبى ورا شجره عشان يشوف رد فعل الناس دي عامل ازاي. مر شويه تجار اغنياء على الصخره دي، لما شافوا الصخره دي بداوا يستعجبوا منها وقالوا اكيد ده اهمال من الملك. بصوا لها باستعجاب ومشوا، ما عملوش اي حاجه. عدى وقت اكتر، مر شويه شباب بداوا ان هم يشوفوا الصخره دي، بداوا ان هم يشيلوها من الطريق، لكن ما عرفوش، استسلموا بسرعه ومشوا. فعدى وقت اكبر، بدا ناس تانية تيجي وتمشي، تيجي وتمشي من غير ما اي حد يعمل اي حاجه ويشيل الصخره دي من الطريق، لغايه ما جه شاب بسيط جدا كان جاي ساعتها من الشغل. قرر ان هو يسيب كل الادوات اللي كانت معاه وقال ان هو هيشيل الصخره دي. بص للصخره دي، بدا كل قوته وقدر ان هو بعد معاناه كبيره شال الصخره دي من الطريق. تخيلوا معايا لقى ايه تحت الصخره دي؟ لقى عدد كتير من الكياس الصغيره، وكل كيس فيه عدد مهول من العملات الذهبيه، ورساله من الملك بتقول هذه مكافاه لمن يستطيع ازاله الصخره من الطريق. فالحكمه ايه من القصه؟ ان اي عائق في الحياه عندنا اكيد وراه خير، لكن لمن يجتهد ويسعى ان هو يدور ورا الخير ده. بس كده.